دلوقتي ده المفتاح الرئيسي اللي هو بتاع المكنه. تمام. نيجي هنا، تعال. عندي دلوقتي ده سلك الكهرباء الرئيسي هو بتاع المكنه. هيجي 3 اجزاء اللي هو 220 فولت، والتالت ده اللي هو ارث تفريغ ارضي للمكنه. نجيب الكهرباء ونحطه كده اهو. تمام. بعد كده نيجي هنا ده المفتاح الرئيسي بتاع المكنه. شغل كده باور، تلاقي المكنه اشتغلت، اشتغل فيها السخانات واشتغل فيها البي ال سي. طبعا احنا دلوقتي طالبين 110 للسخانات اللي هي هوريزونتال وفيرتيكال. الهوريزونتال دي العرض هنا، لحام العرض تحت اللي بتقفل بقى الكيس. وعندي الفيرتيكال اللي هو اللحام الطولي، اللحام الطولي للكيس. دلوقتي احنا طالبين 110. لما نشغل المكنه هنفضل نستنى كده 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير لحد ما الرقم الاحمر ده يوصل للرقم الاخضر، يوصل اللي احنا طالبينه، السيف اللي احنا طالبينه. احنا طالبين دلوقتي سيف 125 درجه حراره، دلوقتي هي 107. هنستنى عليها شويه لحد ما توصل درجه الحراره. دلوقتي عندي الزرار ده هو بيشغل المكنه ستارت ستوب، بيشغلها ويبطلها بنفس الوقت. هندوس هنا ستارت، نفس الوقت هلاقي انه لو دوست الزرار ده كده هو هيوقفها والسخانات مفتوحه. تمام. الزرار ده بيوقفها حسب الحاله اللي ما هي عليه. الزرار ده اللي هو ايمرجنسي. تمام. طبعا ما ينفعش احنا نوقف من هنا، لازم نوقف من الستارت دي اللي بي ال سي هو يوقفها، يوقف السخانات وهي مفتوحه. تمام. دلوقتي عندي نيجي هنا للشاشه الرئيسيه اللي هي البي ال سي. ندوس من هنا. عندي اول حاجه الحرف الاس ده هو فيها نظام عداده. المكنه دي فيها نظام عداده اكياس، يعني احنا دلوقتي واحنا شغالين اشتغلنا 55 كيس. تمام. بعد كده في عندي اختصار اللي هو ال ده، بيقول لي انه دلوقتي طول الكيس هو 140 مللي، يعني 14 سم. عندي حرف السي ده بيقول لي هو وضع المكنه دلوقتي ايه. الوضع دلوقتي ده ستوب، ولما اشغلها هيديني ستارت، وهيديني ان هو دلوقتي المكنه بتديني 32 كيس في الدقيقه. طبعا دي ابطا سرعه عليها. والزرار ده ستارت ستوب اللي هو زي ده بالظبط، يعني الزرار ده العمليه اللي بيقوم فيها زي العمليه اللي بيقوم فيها الزرار ده، بس هم حاطين الزرار ده هنا زياده عشان دي لو باظت اللوحه دي كلها هتبوظ. حاطينه ده حمايه برضو عشان تبقى انت تشتغل من هنا، ما تشتغلش من هنا. تمام. الزرار البي ده هو اختصار للفوتسيل. يعني دلوقتي بيقول لي الفوتسيل ده اللي هو الكاميرا اللي هو بيقطع الكيس، كل كيس زي الثاني على الفوتسيل. بيقول لي انه البي ده دلوقتي الوضعيه اوف، يعني انه هو مش شغال. تمام. احنا عندنا دلوقتي القطع على حسب طول الكيس اللي هو ال ده 140 مللي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. عند الزرار ده احنا اتكلمنا عليه اللي هو زي ده، والزرار ده هو لحظي. لو انا بجرب مثلا فكوك، بجرب السخانات دي، بجرب المكنه او بزيتها كده، بروح دايس كده عليها، ده لحظي. تلاقي المكنه ايه تشتغل لحظي. عندي الزرار الاكزيت ده هو اختصار برضو عشان اسحب ورق، عشان سحب الورق. لو انا شغال دلوقتي بجرب الورق، ادوس عليه كده جامد شويه، هيفضل ساحب ورق لحد ما انا دايس، طول ما انا دايس على الزرار. طول ما انا دايس هنا على الزرار هيفضل يسحب الورق. تمام. زر الاختصار ده اختصار للبرنامج الرابع. عندي هنا خش المينو هنا الام 1 سيت اب، ده اظبط من هنا طول الكيس اللي انا عايزه. مثلا عايز ال 140 دي اللي احنا اتكلمنا عليها بره اللي هي ال 140 مللي، اخش عليها كده مثلا اعملها عايز كيس 12 سم، اعملها 120 مللي. تمام. عندي هنا سرعه سحب الورق السي دي اللي هي الموتور اللي بيسحب الورق ده. عندي سرعه سحب الورق ازودها واقللها حسب سرعه المكنه. اعمل اكزيت، كل حاجه اعملها اعمل هنا اكزيت عشان تحفظ على حسب سرعه المكنه. ايوه.
دلوقتي عندي البي سويتش دي اللي هي احنا اتكلمنا عليها الفوتوسيل اللي هو الكاميرا، ناس تقول كاميرا وناس تقول عليه الفوتوسيل. دلوقتي عندي انا مثلا الطبعه دي مطبوع عليها الفوتوسيل وعايز اشتغل على فوتوسيل، اعمل دي اعملها اون، اعمل دي اعمل اون كده، بعد ما اعملها اون اعمل اكزيت كده عشان تثبت. بس احنا دلوقتي شغالين مثلا من غير فوتوسيل، ارجع اخش عليها كده واعمل لها اوف، اكزيت تمام. ام 2 ده مش شغال عشان احنا بنسعى دوما انه تبقى البي ال سي بتاع المكن بتاعنا واحد، كل واحد. دلوقتي الام 2 دي تبقى بمكنه ثانيه تبقى شغاله، مثلا المكن البودر والحاجات دي الام 2 تبقى شغاله بمكن ثاني. الكيو كلير دي البرنامج الثالث، الكيو كلير قلنا احنا انه فيها نظام عداده اللي هو كان عندنا رقم 55 بره. دلوقتي عندي كيو سيف دي مثلا لو انا طفيت الكهرباء عايز تاني يوم اجي اعرف مثلا اشتغل التمكيس تفضل محتفظه بالرقم. عايز دلوقتي اشتغل جديد الرقم ال 55 ده عايز اعمله زيرو، اخش عليها كده اعمل لها اوكي اللي هي كيو كلير دي اول برنامج، اعمل لها اوكي كده. الرقم اللي بره كان عندي 55 دلوقتي بقى زيرو، اخرج برضو منها من هنا اكزيت. السي دي كانت 55 دلوقتي بقت زيرو، دلوقتي عشان اشتغل دلوقتي اكياس من جديد. تمام. دلوقتي عندي البرنامج الرابع اللي هو الاس ده اللي هو السخانات. يعني دلوقتي ده مش شغال فيه غير السخانات كده. السخانات دلوقتي عندي اون، لو انا مثلا عايز ازيت المكنه اسيبها شغاله مثلا 5 دقايق 10 دقايق بالزيت وعايز افصل السخانات اروح اعمل كده اعملهم اوف. بص اهو قفل، اعمل لها اون يشتغل اكزيت. دلوقتي عندي البرنامج اللي هو الخامس اللي هو التباين بتاع الشاشه، ده حسب اناره المعمل عندك، تظبطها حسب اناره المعمل عندك. بعد ما تخلص تدوس كده تعمل لك اوكي انها سيف. برضو ده اخر حاجه برضو مش شغال فيه غير اللانجويج اللي هو انجلش او صيني. لو عايز اسيبها لك صيني اسيبها. لا اسيبها انجلش. بقول لك يا باشمهندس في سؤالين. اكزيت في سؤالين كده، هي دي كلها. طيب في سؤالين.